السلام عليكم. فضلا وليس أمرا ادعمونا بالاشتراك في القناة ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. مرحبا بكم متابعينا. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بالمتابعة المستمرة لوضعية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن والتصدي لارتفاع الأسعار، ترأس السيد الوزير الأول نذير العرباوي اليوم السبت اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لاتخاذ التدابير اللازمة في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على سعره في السوق المحلية. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد تم خلال هذا الاجتماع إقرار عدة تدابير على غرار المرافقة ذات الطابع الجبائي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال، مع تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة. كما تم تخصيص رواق أخضر خاص للمستوردين من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المادة. ومن خلال هذه القرارات والتدخل من طرف رئيس الجمهورية سنشهد استقرارا في أسعار البن، والذي يعتبر مادة أساسية لدى أغلب الجزائريين.